الواد سيسنياهو صبي نتنياهو ابن بائعة الهوى اللي عمرها ما قالت لراجل لأ، بعد ما فرح الذبابي الإلكتروني بتاعه لسه بيقولوا هيه مصر تعتزم. وانت ما تعرفش بقى مصر لما تتحرك وايش ترندات بقى على السوشيال ميديا وعلى منصة اكس وعلى مش عارف ايه وزورات بقى حمضان بقى. انا قلت لكم انا طلعت كلمتين ابرك من كشكول، انا بحب اجيب من الاخر. خلاص انا طلعت وقلت لكم اللي بيعتزم ده نايم على ايده ورجله ومفنس لخاله نتنياهو. اعتزم ايه؟ ما هو انت لو كنت هتعتزم كنت فتحت المعبر، ما كنتش خدت على الفلسطينيين 5000 و10000 و20000 و30000 دولار تنسيقات للفرد وللعيله والكلام الصياع اللي انت بتعمله، وبال20000 دولار وبال15000 دولار وبال6000 دولار على الشاحنات اللي داخله مساعدات. فهمت؟ ما كنتش رحت استجوبت الاسرى، استجوبت الجرحى في مستشفياتك اللي بتدخلهم بعد ما بتفلي بين جلدهم ولحمهم عشان تعرف فين الناس اللي بتدافع عن البلد. عرفت؟ انت خاين اساسك يا سيسي، انت خاين جاسوس رسمي وكله بقى عارفك بعد ما كنت بتعتزم والبهاليل بتاعتك بتطبلك وعاملين منك بطل من ورق. الحمد لله القضيه الفلسطينيه قضيه اطهار اشراف لا يدافع عنها الاوساخ الشراميط امثالك انت وباقي القمامه العرب. لذلك ما حدش فيكم ربنا هينصفه ولا حد فيكم ربنا هيطهره ابدا الا اللي طاهر من اساسه. النهارده رئيس الجزائر ما حضرش ليه؟ عارف ما حضرش ليه؟ لان هو مش راضي على وساختكم. تميم مش عامل بلند معاكم جامد قوي ليه؟ لان هو عارف وساختكم بقت ظاهره قوي للناس، يعني حتى اي واحد فيهم خاين نص نص يخاف يقرب منكم. انتوا الاربعه، انت وبتاع البحرين وبتاع الاردن الجربوع الربع ملي ده والجرابيع التانيين احفاد مردخاي MBS وMBZ كله بقى بيخاف يجوا ناحيتكم. عارف ليه؟ لان انتوا بقيتوا عاملين زي الجرب. وانا الحقيقه الفيديو اللي فات انا كنت جايبه لك دول بس نسيت اشرح لك ايه دول. ده اكياس زباله مقاس صغير على قدك انت وملك الاردن وميمي نمبر 6 بتاع المغرب، ودول الطوال في القمه العربيه. يعني ده المقاس الكبير وده المقاس الصغير. هبقى ابعتهم لكم مع قلمين الروج، وهبقى ابعت لك قميص نوم علشان خالك نتنياهو. احنا اهم حاجه ان هو يبقى مستمتع تمام. وانا بهدي لذبابك الالكتروني الاغنيه دي. لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره هتعتزم الانضمام لجنوب افريقيا يا ابن النكسه. ده انت مثال للنجاسه. البيت ده طاهر يا سيسي.